فرحة لم تكتمل، ففي الوقت الذي كان يستعد فيه أحم بوحاجة وغيره من فلاحي الجماعة القروية إتسبيع لجني فاكهة التفاح كبدتهم عواصف رعدية مصحوبة بالبرد والرياح القوية خسائر مهمة. برد مس مساحة تتراوح ما بين 1500 و 1800 هكتار. عندنا الضرر بزاف، هذاك الشيء اللي نتمنى هذا العام يكون عندنا ما كاينش. عندنا الضرر بزاف، عندنا 50% ضايعه، ما بقاش شي السلعه، كلشي الناس ضايعين، ما بقى معهم والو. كي جا التبروي هذا ضرب لنا الشجر وضرب التفاح، ما خلى لا الشجر لا والو، حتى العود اللي غيولد من هنا للعام الجاي ولا العامين ولا 3 سنين كله تقاس تضر. المديرية الجهوية للفلاحة بجهة فاس بولمان تؤكد أن حجم الخسائر يبلغ 36%، مشيرة إلى أن المساحات المزروعة المجهزة بالشباك الواقية من البرد لم تلحقها خسائر. الضيعه دايره الشبكه وهي بالنسبه للتفاح ما تقاش لان الشبكه حماتو، واللي كنتمناه هو ان الفلاحه يديروا الشبكه. بعض الضيعات اللي تتواجد داخل ممر البرد واللي المساحه ديالها تتبلغ تقريبا واحد 300 هكتار، كلها مغروسه بالاشجار التفاح، ما حصل فيها حتى ضرر، وذلك لكونها مجهزه بالشباك الواقيه من البرد، وهي مساحه لا يستهان بها، كونها تتمثل 21% من المساحه المقدره لهذا الممر ديال البرد. المديرية تدعو أيضا الفلاحين إلى تجهيز المساحة المزروعة بالشباك الواقية، والتي تخصص لها الوزارة إعانة في إطار صندوق التنمية الفلاحية تبلغ نسبتها 40% من تكلفة التجهيز، مع تحديد سقف لهذه الإعانة يصل إلى 50,000 درهم للهكتار.